والأمر الثاني أنك أنت عمرك محدود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. وأنت مهما عشت إذا تأخر الموت فهو يبي يذهب العقل حتى ترد إلى أرض العمر. فاغتنم عمرك وصحتك وشبابك وعافيتك وغناك وفراغك وعقلك في طاعة ربك. والمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. إن متعك الله بعمرك وأنت على نعم من الله عز وجل، وأعظم النعم العلم بالحق والاغتباط بالإسلام والرغبة في العمل الصالح، فالمؤمن لا يزيده إلا خيرا، عمره إلا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. فقول الناس الله يطول عمرك هذا ما هو صحيح، غلط هذا. لكن إذا قال الله يطول عمرك على عمل صالح فهذا خير، دعالك بالخير اللي تتأمله وترجوه من الله عز وجل. أما طول العمر فإبليس ما ينفع طول عمر على حسابه وشقائه من أسباب شقائه، وأنت بين مخافته. أما مفاجأة الأجل أنك ما تعمر من الدنيا إلا يسير، يعني سنوات محدودة، أو أنك في آخر الأمر ترد إلى أرض العمر حتى لا تعلم ما سبق به علمك، وحتى تعود إلى شبه حال طفولتك، حتى أنك ترضع بالرضاعة وتحمل بالمهاد. فلذلك أنت اغتنم الفرصة في طاعة الله، وما بقي من الدنيا ما لك دخل فيه. تؤمن بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من علامات الساعة ومقدماتها وما سيحدث من الفتن والأمور العظيمة، وأن يوم القيامة حق، وأن البعث حق، وأن الجزاء حق، وأن الناس قادمون في اتجاه إجباري منتهاه الجنة، وأن النار قبل الجنة، ما يدخل الجنة إلا من نجا من النار، أسأل النجاة من النار. هذه المهمات، المعلومات المهمة لك أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا ووصفها لنا وصفا دقيقا جدا. لو تأملنا القرآن العظيم وبيان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تبين لنا الطريق، وأنه واضح وجلي وبين ولا في أي إشكال. فالناس اتجاههم إجباري، مثل ما أنهم خرجوا من الأصلاب وانتقلوا إلى الأرحام وبقوا في البطون ما شاء الله، وخرجوا إلى الدنيا ولا يرجعون، يعني لا يرجعون كرة ثانية إلى البطن ولا إلى الصلب، إجباري الاتجاه، والآجال مغيبة. فلذلك الإنسان يغتنم الفرصة في طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.